5 الفجر بتوقيت جرينتش، والدهب فتح عند 3979 وشغال دلوقتي عند 3988، وأدنى نقطة جابها 3965 وأعلى نقطة جابها 3990. يعني بيتحرك في حوالي $25 في السبع ساعات اللي عدوا من افتتاح أسواق اليوم. ده أكبر دليل إن الاتجاه العرضي هو السائد، ولا المشترين مستعدين ياخدوه لمستويات فوق ال 4000 4050، ولا البائعين مستعدين ينزلوا بيه الى 3900 او 3880. معنى كده ان احنا في اتجاه عرضي طول شويه معانا بسبب هدوء الاوضاع. تعالى كده الخص لك اللي حصل في جلسه المحكمه امبارح. اولا ترامب ما حضرش، رقم 2 وزير الخزانه ما حضرش، اللي حضر المحامي المختص بالاداره القانونيه واتطرح عليه سؤال: هل الرئيس الامريكي يملك سلطه فرض رسوم جمركيه؟ قال لهم ايوه يملك فرض رسوم جمركيه، لان دي امر يتعلق بسياسه التجاره الخارجيه، دي مش رسوم جمركيه من الداخل. يعني عايز يقول لهم دي مش رسوم على المواطنين الامريكان، دي رسوم على الجهات الخارجيه، فبالتالي مفيش داعي لموافقه الكونجرس. وزير الخزانه كان كاتب في المذكره اللي اتقدمت امبارح ان في حال ان المحكمه الامريكيه العليا اقرت ببطلان الرسوم الجمركيه، معنى كده ان امريكا هترد حوالي 750 مليار دولار الى الدول اللي جمعت منهم ايرادات. على مدار اليوم هحدث اي جديد فيما يخص التحليل الاساسي والاخبار السياسيه والاقتصاديه اللي هتاثر على مستويات الاسعار والتحليل الفني.